الزمالك اليوم. مجلس إدارة نادي الزمالك يكثف من مفاوضاته مع مسؤولي نادي سيراميكا في الفترة الحالية. المفاوضات بخصوص صفقة عمرو كلاوة لاعب خط وسط نادي سيراميكا، حيث يرغب الزمالك في التعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق. المفاوضات مكثفة في هذه الفترة للتعاقد مع اللاعب الذي ظهر بصورة جيدة مع فريقه، حيث يرغب الزمالك في إنهاء الصفقة في أسرع وقت. ما زاد من تكثيف المفاوضات هو دخول نادي بيراميدز على الخط، ورغبته في التعاقد مع اللاعب هو الآخر. لذا يكثف الزمالك مفاوضاته الآن حتى الآن. وزي كل مرة، المدير الفني لسيراميكا كليوباترا أيمن الرمادة يرفض التفريط في اللاعب بداعي الحاجة الفنية إليه، لكن الزمالك ما زال يحاول إعلان نادي رابيد بوخارست الروماني عن قرار لصالحه صادر من الاتحاد الدولة لكرة القدم في قضية الجابوني أرون بوبينزا، اللاعب الذي قيل أن الزمالك تعاقد معه. وكان من المفترض أن يكون صفقة من صفقات الزمالك الجديدة، ثم ماطل في الحضور ولم يأتي للانضمام للزمالك. أقر واعتمد الفيفا منذ قليل قيد اللاعب في قائمة النادي الروماني رابيد بوخارست ليتم قيده بصورة رسمية في قائمة فريقه الجديد. وأكد الفيفا صحة إجراءات انتقال اللاعب لرابيد بوخارست، وأعلن النادي الروماني عن هذا الأمر.